ومن فئة الحلويات اللي بتنعمل ب3 مكونات بس، حلا السميد ما بيحتاج منك غير كوب سميد واحد و10 دقايق بالضبط من وقتك لحتى تعملي كل هالبساطة وكل هالطعم الرائع بس ب10 دقايق. بس خليني أذكركم بأهم إشي، إذا كنتوا جداد على هاي القناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه لحتى توصلكم كل وصفات الجديدة. في البداية راح نحتاج كوب من المي مع كوب من السكر، بنحطهم مع بعض ما بنحركهم، بنحطهم على نار عالية. بهاي الخطوة احنا ما بدنا نعمل قطر، اول ما تغلى معانا المي ويذوب السكر مباشرة بنطفي النار وبنخليه على جنب. هون عندي معلقتين كبار من الزبدة ومعلقة من السمن النباتي، حطيتهم مع بعض ذوبتهم على نار وسط. لازم الزبدة هون تذوب تماما. الخطوة اللي بعد هيك راح نحتاج هون كوب من السميد اللي استخدمته اللي بنستخدمه للبسبوسة اللي بيجي حبته الخشنة مش السميد الناعم. ضروري نستخدم السميد الخشن بهاي الوصفة، ما بزبط معانا السميد الناعم. بحطهم على النار وببلش أقلب فيهم كثير منيح. احنا هون السميد راح نخليه لحتى يتغير لونه ويعطينا اللون الذهبي، طبعا بنخليه على نار وسط. بضل أقلب فيه، راح ياخد معي تقريبا 4 دقايق. لازم نحمص السميد بهاي الطريقة. شوفوا هنا وصلنا للون اللي بدنا إياه اللي هو الذهبي الغامق تقريبا. شلت شوي عن النار لحتى يهدى وما ينحرق معاي، رجعته على النار طبعا نار وسط. ضفت هون السكر والمي اللي عملناهم مع بعض وكاسة من الحليب. بنخليه هون على نار وسط، طبعا راح يعوم معانا ويصير كثير سائل طبعا، بس بياخد كم دقيقة ببلش القوام يجمد معانا بهاي الطريقة. بنضل نقلب فيه لحتى السميد يشرب معنا كل السوائل. بتركه كمان دقيقتين لحتى يتنشف تماما من المي. أحس إنه قوامه صار شوي جامد، بطفي عليه النار. عندنا الطبقة الأولى هيك صارت جاهزة. ممكن تستخدموا بايركس مقاس 25 أو صينية. بحاول أفرده كثير منيح وبضغط لتحت لحتى تكون الطبقة الأولى كلها متساوية. أما من ناحية الزبدة، إذا مش متوفرة عندكم ممكن تستبدلوها بالزيت النباتي. بتضيفوا 4 معالق كبار من الزيت النباتي وتضيفوا معاهم بعدين السميد. ولطبقة القشطة راح نحتاج من كوبين ل3 أكواب من الحليب. أنا ضفت هون 3 أكواب من الحليب. بحطهم هون طنجرة صغيرة أو ممكن يعني قلاية، وراح أضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا. وراح نحتاج كمان 3 معالق كبار من السميد الخشن. السكر مبدئيا راح أضيف 3 معالق، بس أنتم ممكن تضيفوا أكثر من هيك. أنا بعد هيك ضفت فنجان صغير من السكر. بحركهم كثير منيح لحتى يذوب معاي النشا. بحطهم على نار عالية، بستمر بالتحريك لحتى يبلش يطلع معي فقاعة بهذا الشكل. بوطي النار، بخلي مدة دقيقتين يفور بهاي الطريقة. بطفي عليه وهيك عنا طبقة القشطة صارت جاهزة. والخطوة اللي بعد هيك هي خطوة اختيارية بس بتعطينا قوام كريمي أكثر للقشطة. بضيف هون تقريبا باكيت من الجيمر، معلقة صغيرة من الفانيلا. بحركهم كثير منيح مع بعض وبحطهم مباشرة فوق الطبقة الأولى، وبخليها على جنب لحد بس القشطة هيك تبرد. بدخلها على الثلاجة نص ساعة تتماسك منيح، وبعد هيك مباشرة على التقديم. أما بالنسبة لحجم الكاس اللي استخدمتها بهاي الوصفة 250 مل. متأكدة أغلبكم راح تعملوها، كثير سهلة وبسيطة وطعمها ما شاء الله ولا أروع. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا وصفتي لليوم حبيتوها ما تنسوا تشتركوا بالقناة. كانت معكم روان من قناة موهبتي، ومع السلامة.